صيف 2015 كان أصعب صيف مر علينا أنا وأخويا. بابا وماما كانوا في مشاكل على طول مع بعض، وانتهت مشاكلهم بالانفصال. نفسيتي كانت تقريبا متدمرة. كان عندي في الوقت ده 16 سنة وأخويا كان عنده 12. لما عمي شافنا إن احنا نفسيتنا تعبانة قرر إن هو يقول لبابا إن احنا نقضي الأجازة عنده. عمي كان شغال في الغردقة، كان دايما يقول لنا إن الغردقة جميلة وإن احنا هنتبسط قوي هناك، وقررنا إن احنا نسافر معاه عشان نغير جو. الطريق كان طويل جدا لدرجة إن احنا كنا خارجين من الصبح بدري، وعمي كان قايل لنا إن احنا هنوصل على بالليل متأخر. بس كان الطريق جميل. سافرنا مدة طويلة جدا لدرجة إن الغروب كان بدأ يجي وخلاص الدنيا بدأت تضلم. عمي قام قايل لنا احنا لازم في أقرب ريست أو أقرب كافيتيريا نقف علشان ناكل حاجة ونرتاح شوية من الطريق. أنا كنت عمالة أتكلم أنا وعمي، وأخويا كان طول الطريق مشغول بالجيمز اللي على الموبايل. أنا وأنا بتفرج من شباك العربية فجأة لقيت في واحد بيجري ورانا، لبسه غريب قوي وعجوز، وبيشاور لنا علشان نقف له بالعربية. بس كان شكله زي ما يكون راجل من الستينات أو الخمسينات. قلت لعمي انت ما شفتش الراجل اللي بيشاور لنا ده؟ قال لي لا أنا ما شفتش أي حد. قلت له شكله غريب قوي، شكله عجوز وشكله زي ما يكون من زمن تاني. قلت لاخويا انت شفته يا كريم؟ قال لي لا ما خدتش بالي منه خالص، انا عمال العب على الموبايل. وانا لسه بتكلم معاهم واحنا ماشيين بالعربية شفته تاني. قلت لهم اهو اهو وشاورت عليه بايدي. شفته يا عمي؟ شفته يا كريم؟ قالوا لي لا ما شفناش اي حد، هتلاقيك مرهقة من الطريق وبتهيألك. قلت لهم مستحيل. قمت مدورة نفسي وانا واقفة على كرسي العربية وبصيت ورا، قلت لهم والله اهو واقف اهو، شوفوه. فجأة لقيته اختفى. غضبت جدا. اخويا بص قام قال لي مفيش حاجة، انتي بتهيألك. قلت له لا انت اللي مخدتش بالك منه، هو كده كده الطريق اصلا ضلمة واحنا بالليل. فضلت ابص تاني من شباك العربية وانا متضايقة، معقول يبقى تهيؤات؟ واحنا ماشيين تاني لقيته تاني وقلت لهم والله اهو، مستحيل تكونوا مخدتوش بالكم منه، واقف. قالوا لي احنا ما شفناش اي حد وما ينفعش في الطريق الضلمة ده نقف لأي حد في الطريق. زيت على اسناني من كتر الغيظ ان هما ازاي مش شايفين كل ده. فجأة لقينا يافطة مكتوب عليها ان في كافيتيريا هنا قريبة. عمي قال لنا كويس، في كافيتيريا اهي، نرتاح شوية منها من طول الطريق وننزل ناكل اي حاجة. بس الكافيتيريا كانت في وسط زي ما يكون قرية صغيرة، كانت شبه مدينة الأشباح. نزلنا لقينا فيها ناس كتير لابسين نفس لبس الراجل اللي كان على الطريق، كلهم لابسين نفس الطواقي وحاطين نفس المناديل عند رقبتهم، كلهم زي ما يكونوا من زمن بعيد، زي ما يكونوا من الستينات ولا الخمسينات. أنا حسيت إن أنا دايخة. إحنا فين؟ لقيت عمي بينادي عليا وبيقول لي يا سهى أنا جبتلك ذرة مشوي، أنا عارفة إن أنتي بتحبيه، خدي كليه على ما العشاء يجهز. فرحت جدا بيه لأن فعلا بحب الذرة المشوي جدا. بس دماغي ما كانتش مظبوطة، عمالة أفكر هم شكلهم ليه كده؟ والراجل اللي أنا شفته على الطريق طب ما هو كان لابس نفس اللبس بتاعهم. لقيت أخويا واقف مع واحد منهم كان ماسك حصان، وأنا أخويا بيعشق الحصنة. وقف ويتكلم معاه، قعد يتكلم معاه كتير علشان كان عايز يركب الحصان ده. عمي ناداله قال له كريم تعالى أنا جبتلك ذرة مشوي. ببص قدامي وكانت الصدمة نفس الراجل اللي كان على الطريق. من خضتي الذرة كان هيقع مني، بس لحقته بإيدي التانية. جسمي كله كان بيترعش. مش معقول، ده بقى يأكد لي إن أنا ما كانش بيتهيألي. قعدنا علشان ناكل، أنا دماغي كانت مشغولة. عمي وأخويا فضلوا يتكلموا مع بعض. أنا صممت أعرف مين الراجل ده وإزاي كان بيسبق العربية، وشفته كذا مرة وإحنا ماشيين بالعربية في الضلمة.
وإيه اللي جابه هنا؟ وليه كل اللي في القرية الصغيرة دي لابسين نفس اللبس اللي هو لابسه؟ عمي هو بيتكلم مع أخويا قمت وسبتهم. قلت أنا لازم أروح أكلم الراجل ده وأشوفه كان عايز إيه مننا. لما قمت كنت بصراحة مرعوبة. قمت بخطوات بطيئة جدا. أنا عايزة أروح أكلمه وفي نفس الوقت مرعوبة إن أنا أروح أكلمه. كان شكله غريب زي ما يكون شبح، حتى بشرته كانت لونها شاحب جدا، وكان واقف متخشب قدامي ما بيتحركش. جيت ألمسه وكانت الصدمة، لقيته تمثال خشب، يافطة، إعلان بمعنى أصح. قعدت أضحك وقعدت أقول لنفسي عمي الحق، الراجل اللي أنا شفته على الطريق ما كانش راجل ولا حاجة، ده كان إعلانات علشان القرية والكافيتيريا هنا. طلع خشب في خشب، ده أنا طلعت هبلة قوي. لقيت عمي بيقول لي شوفي شوفي كمان لقينا فيه إيه هنا في القرية، لقينا متحف صغير. قلت له إزاي يعني متحف إزاي؟ قال لي أيوة، لسكان القرية الأصليين. أول ما دخلنا الأوضة اللي كانت معمولة متحف صغير ليهم، لقينا نفس شكل الراجل اللي كان بشوفه بره واقف. كلهم خشب، كلهم ماكيتات، هو وتمثال لمراته وولاده الستة. بس كان في حاجة تانية صدمتني أكتر. لما بصيت لشكل مراته كأني ببص لنفسي في المراية كأنها أنا بالظبط. بصيت ورايا لقيت الراجل واقف ورايا وبيضحك، وفجأة اختفى.